وصلنا بالسلامة إلى مطار كازابلانكا، درجة الحرارة 14 والأجواء جميلة، ومن هنا تبدأ رحلتنا في المغرب. طالع من مطار كازابلانكا ساير الرباط، ضروري تمر على استراحة بوزنيقة، عندهم كوفي اسمه نص نص، شيء خطير فنان لازم تجربه في المغرب. أبو راشد بشر، شو القهوة شو نص نص؟ صراحة لازم تجربه. اطلالات في المغرب في الرباط بالتحديد، موقع شال الأثري. شوف كرم المغاربة، شوف الكرم اللي فيهم، شوف شاي المغربي في كل مكان. احلى عتاوي. وصلنا إلى فندق المأمونية، من الأماكن الجميلة اللي لازم تزورها في مراكش، فندق ولا حديقة المأمونية. مرحبا، كيف الحال؟ يا سلام، يوم تتكلم عن جمالية المكان ناخذ جولة في حديقة الفندق. حديقة جميلة، يا سلام. هذا الفندق اللي تسكن فيه، يا سلام. شو رايكم في المكان؟ شوفوا الحين احلى اتاي في احلى مكان. ابو راشد؟ اي نعم، الاتاي في هذا المكان. اهم شيء تشرب الاتاي هني عندهم في هذا المكان. الاماكن الجميله في مراكش اللي لازم تزورها ساحه الفنا. تعالوا بناخذ جوله في هذا المكان الجميل. ساحة الفناء ضروري تاكل من ايس كريم، حلويات الامراء شيء خطير وفنان. تجرب قصب السكر بالحامض والزنجبيل، شيء خطير وفنان. وصلنا الى اول منارة بنيت في المغرب، منارة رأس سبارتيل. هذه المنارة على مدخل المحيط الاطلسي. وصلنا لاعلى المنارة تشوف فيها جبال اسبانيا، وعلى مدخل مضيق جبل طارق. باشا كافيه في مراكش، اول فرع له افتتح في هذا المكان سنة 1910، نفس ما انتم تشوفون هذا الفرع الجميل الفخم والراقي. وقت احلى قهوه، شاي مغربي في الرباط وبالتحديد في المدينه القديمه. ضروري تمر على دار منيه، تاخذ لك شاي مغربي وكعب الغزال وغريبه، وتستمتع بهذه الاجواء الجميله في المغرب. شو رايكم في تغطيتنا لشفشاون؟ واعرفكم على اصغر مرشد سياحي في شفشاون. صح؟ شو اسمك؟ احمد. من وين احمد؟ شفشاون. خبر المتابعين عن بعض المعلومات السياحية عن هذه المنطقة. احنا في شفشاون المدينة الزرقاء، يعني تعتبر أقدم المدن في المغرب. يعني شفشاون اسم بربر، اسم أمازيغ. شفشاون تسمت على الجبلين، يعني الجبلين هما القرنين. يعني شفشاون شوف يا انظر، الشون هما القرنين، يعني القرنين هما الجبلين. يعتبروا هذوما اللي سموا شفشاون. يعني سمتها السيدة الحرة، يعني ابنة مولاي علي بن راشد بن موسى. يعني مولاي علي بن راشد هو اللي أسس المدينة، يعني اللي أسس المدينة هو مولاي علي بن راشد بن موسى. تأسيس المدينة في 1471 ميلادي هجرية، 876 على يد مولاي علي بن راشد بن موسى. شكرا. أنا مسافر هالمرة، أبى أقرب لكم، تراها دولة عربية، عدد سكان هالدولة تقريبا 37 مليون ونص. يلا علموني وش تتوقعون اسم هالرسمة في المغرب وتحديدا في مدينة مراكش. صاحب هالصورة هو عبد العزيز غزال، رجل بسيط أمازيغي الأصل، يشتغل بضواحي مدينة الحمراء، واللي رسمه فنان ألماني، وصارت هالرسمة معلم سياحي في المغرب. علموني وش رأيكم بهالرسمة الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، فطور ملكي. والله فطور ملكي. ونرجع نقول في مجلس ابن رشد شخصيا. صلاة المغرب لا تستغرب، موجود ترى هذا ابن رشد. تقول له الزمن والله لو ابن رشد درى لا يقوم ويشطف بطن. ايوه لعل ايوه. الله يقول لك البغرير يخليك تغير. حرام عليك إذا جيت المغرب وما جربت العصير من جامع ساحة الفنا. أحلى الخليجيين، مرحبا بالمغرب. ليش المراكش ومصرف العصير محل مزاج وجامع الفناقاء، مرحبا بكم. شايفين يا جماعة الخير حجم هالرمانة ترى يطلع منها هذا العصير. عندهم جميع أنواع العصائر المغربية اللي يحبها قلبك. المغرب والله لذيذ. بالله ايش رايك؟ والله لذيذ الأكل. وي ما شاء الله. ايش الاشياء الحلوه دي يا حمزه؟ هذا الكسكس. قسم لا حمزه جالس يفاجئ. قاعده عندنا في المغرب بنصوب كسكس مغربي يوم الجمعه. يا سلام يا سلام، شايفين يا جماعه؟ طبعا هذه ثقافه ثقافه مغربيه. دائما كل جمعه كل جمعه يوم الجمعه لازم يوم الجمعه. يعني يوم الجمعه يا جماعه الخير احنا عاد متعودين على السمك. يوم الجمعه كذا، يوم الجمعه ابغى اكل سمك بعد صلاه الجمعه، سمك. مع صلاه الجمعه ناكل كسكس. الله عليك الله عليك. مزيان يا اخويا، مزيان ها؟ يلا بالعافيه. بالصحه الصحه والراحه. مرحبا بكم في
الكسكس المغربي. تسلم. وش سالفة هاللوحة اللي ترمز إلى الخيول أو الحصان؟ أكثر شيء شدني من يوم ما وصلت المغرب وتحديدا في مدينة مراكش هاللوحة. سميت عبد العزيز، أجاول هذه المهنة أكثر من 40 سنة. ناخذوا السواح وندوروا بهم في المدينة قديمة، المدينة جديدة ونديهم لها أثير. طبعا في قديم الزمان كانوا الناس يتنقلون في شوارع المغرب بهالعربة. هذا العدد عنده تقريبا 160 سنة. ولأن مراكش مدينة سياحية فصاروا الناس يستخدمونها كوسيلة تنقل في شوارع مراكش عبر هالعربة. هل في أحد جرب يركب عربة الخيل في مدينة مراكش؟ انتبه، تجي المغرب وما تسكن في رياض. رياض هو مكان للسكن أو البيوت على الطراز المغربي الأندلسي. في المغرب قديما كانوا يسكنون فيه، وحاليا المكان صاير عبارة عن فنادق ومطاعم. وللأمانة الرياض مليان زخارف مغربية، ولازم تجرب الأكل المغربي التقليدي في هالمكان الرايق. المقاهي في طنجة، مقهى الحافة على حافة الجمل، وأجمل إطلالة لغروب الشمس في المغرب. المغرب صدمتني، هاي يا حلوين. أول يوم إلي في المغرب وأنا صراحة بحالة ازبهلال كيف هاي. بنسمع قديش المغرب جميلة، لكن اللي ما توقعته هو أنه على الواقع لسه كتير أجمل. وصلنا لمدينة طنجة شمال المغرب وعملنا تشيك إن في الفندق، وعلى طول رحبوا فينا بالضيافة المغربية. رح أنزل فيديو تاني عن معلومات الفندق، بس لهلأ نزلنا على المدينة. وشو هادي يا عالم، أنا في سانتوريني ولا في البرتغال ولا في إسبانيا؟ لا، هون أجمل. رحنا على كافيه الحافة اللي تأسست عام 1921، وبعديها تمشينا في القصبة والأسواق الشعبية، ولقيت بلوبري بنص $، عنا بعمان $5، فصار بدي أروح معي على عمان. بعدين نهينا الجولة ببيت ابن بطوطة ورجعنا على الفندق، أكلنا طاجين مغربي بشهي. أهل المغرب الحلوين، احكولي شو لازم أشوف في طنجة. هذا اللي يقول لك إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. عمي عاش المغرب، أحلى نظافة وأناقة وجمال. شنو أنتو عمي من إبداع، جنة الله على الأرض. ارفع راسك أنت مغربي يا أخي، فول أوبشن، وحطوا إيدكم على راسكم وقولوا عاش المغرب، وقولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أوه يا سلام.